مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة العالمين. وأحيي هذا الجمع الكريم من ضيوف تونس الكبار يتقدمهم شيخنا العلامة شيخنا يوسف القرضاوي حفظه الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات. تونس لا شك سعيدة جدا هذه الأيام، هي سعيدة منذ أكرمها الله سبحانه وتعالى بالتخلص من الطاغية الجبار، وزادت سعادتها بهذه الزيارات المباركات من قبل وفود علمية عظيمة ومجاهدة وداعية ومناضلة. الزيتونة اليوم تتشرف بهذا الجمع الكريم، رغم أن المشهد كنا نتوقع، كنا نتمنى أن تكون هذه القاعة أضعاف مضاعفة، ولكن هذا تعبير عن أن الزيتونة تعرضت لقمع وتعرضت لكيد واحتقار واستئصال، ولكن الشجرة الطيبة المباركة يمكن أن تذوى، ولكنها تظل عوامل الحياة فيها قوية. اليوم مع هذه الثورة المباركة تنبعث الزيتونة إن شاء الله، وما هذه النواة إلا تبشير بأن الزيتونة سيكون لها مستقبل عظيم، لا في تونس بل في أمة الإسلام والعالم إن شاء الله. هذه شجرة طيبة مباركة إن شاء الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، حتى في زمن الضعف تبقى حية وتنتظر أياما مطيرة لتزدهر. وهذه الثورة هي إعلان أن شعب تونس عاد إلى أصله، عاد إلى دينه، عاد إلى عزه إن شاء الله. هذا الشعب مبتكر إن شاء الله، شعب عرف بالابتكار، وهذه الثورة هي أهم ابتكارات الشعب التونسي. كان في الماضي كل الشعوب كانت تطالب، كل الشعوب العربية كانت تطالب بالحرية، ولكن الكلمات التي كانت مستخدمة كلمة تناشد، تطلب، تلتمس. الشعب التونسي جاء بكلمة أخرى، قال الشعوب تريد هذه المرة. فرق كبير بين من يلتمس ويناشد ويطلب وبين من يريد. أهم تصدير، أهم سلعة صدرها أهداها الشعب التونسي إلى العالم العربي هي هذه الكلمة، أن الشعب يريد، الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد إقامة العدل، الشعب يريد الزيتونة اليوم تعود إلى مكان. الشعب يوما أراد. نعم، هذا شاب مثلكم هو الذي صاغ هذه العبارة العظيمة، إذا الشعب يوما أراد الحياة. وظلت هذه العبارة ظلت كامنة، ولكنها حية في قلوب التونسيين حتى جاء جيلكم، هذا الجيل العظيم من شباب تونس الذي أحيا هذا الكنز وقدمه إلى العالم، قدم للعالم أداة صناعة المستقبل، أداة خدمة الإسلام إن شاء الله. نحن أيها الإخوة والأخوات نحن مبتهجون بالمستقبل إن شاء الله، مستبشرون بأن أمتنا مسكت رأس الخيط، أمتنا اليوم، وقد استعادت الإرادة التي سحبت منها لزمن طويل من طرف الطغاة والجبارين. الشعب اليوم يريد إن شاء الله،
إذا كان هذا الشعار صيغة هنا، الشعب يريد تغيير النظام، فقد ترجم في بلاد الشام. الشعب يريد إعدام الرئيس. هكذا شعب تونس ترجم البضاعة التي صدرت من تونس بأن الشعب ضاق ذراعا مع هؤلاء الطغاة والجبارين، ولم يعد يفيد معهم إلا الاقتلاع من الجذور. وأمتنا اليوم وقد مسكت برأس الخيط بصناعة مستقبلها، لا تريد أقل من أن تتحكم في مستقبلها، وأن تتصالح مع ربها، وأن تتصالح مع دينها، حتى تضع نفسها على طريق المستقبل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله. والآن نسند الكلمة إلى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، فليتفضل مشكورا.